تذكر ثم تذكر ثم تذكر. تذكر أن والديك قد ضحيا من أجلك، وأن أمك سهرت الليالي الطويلة لترى ابتسامتك، وأن أباك بذل من عمره ومدخراته ليمنحك طريق العلم. تذكر، فإن النسيان أول ضروب الضياع. سيأتي يوم قد تكون لك فيه زوجة تنسيك كل هذه التضحيات، تميل بقلبها إلى أهلها ومحيطها، تسارع إلى خدمة عائلتها، وتثقل عليك حين تمتد يديك إلى والديك. حينئذ ستجد نفسك واقفا بين واجب لا يغتفر التفريط فيه، ورغبة تفرض عليك الصمت وتطلب منك التنازل. وفي ذاك اليوم تذكر، ليست هي القوية بل أنت الضعيف، لأنك سمحت لنفسك أن تقاد، وقبلت أن ينتقص من حق من صنعوك رجلا. تذكر أن من لا يحمي والديه لا يحسن أبدا حماية نفسه، ولا يعرف طريق الاحترام ولا يستحقه. وتذكر أيضا أن البر لا يؤجل، وأن الوفاء لا يساوم عليه، وأن من نسي أصله تاه، ومن خان جذوره سقط ولو بدا ثابتا في أعين الناس. تذكر أن والديك لم ينتظرا مقابلا، ولم يطلبا شكرا، ولم يشترط جميلا، بل أعطيا لأن العطاء عندهما واجب، ولأن الحب كان فطرة لا صفقة. فلا تسمح لأحد أن يضعك بين طريقين، ولا تقبل أن يعلمك أحد كيف تكون ابنا، ولا ترضى أن يختزل الخير في رضا شخص واحد على حساب من كانوا لك الحياة كلها. تذكر أن الرجولة موقف، وأن القوة عدل، وأن الضعف الحقيقي أن ترى الحق وتسكت، وأن تعرف الفضل وتنكره. وتذكر دائما، من لم يحفظ جميل والديه لن يحفظه أحد. فذكر إن الذكرى تنفع المؤمن.